بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ مين فينا بقى ما بيحبش طبق الكشري المصري الجميل مع الشطة والدقة؟ حاجة كده فاخر من الآخر. لما نلاقي الطبق الصغير يبقى ب30 جنيه و40 جنيه، يبقى هنا كده لازم احنا نتصرف ونشتغل بقى. وانا قررت من النهاردة هفتح محل كشري. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة. انا كده كنت مشغله ال3 عيون، عين عليها الميه بتاعه المكرونه، والعين التانية ولعت على العدس يتسلق. وهنا كده كنت مقطعه بصلتين شرايح رفيعه، وببدرهم كده بمعلقتين كبار من النشا علشان تقرمش بقى كده وما بتشربش زيت. بالطريقه دي اعملي الخطوه دي. لو حابه تديها رشه ملح، انا مش بحب احط ملح. حاطه بقى في الطاسه بتاعتنا الزيت يسخن حوالي كده كوبايه زيت. وطبعا الزيت ده ما تخافيش مش هنهدر حاجة، الزيت ده هنستخدمه في كل حاجة. ما بحطش كمية البصل طبعا كلها علشان تتحمر كويس. في الوقت ده كده بكون حوالي 10 فصوص توم بندقهم كده. في الوقت ده المية كانت غليت طبعا. كشري مكرونة سباكيتي ومكرونة صغيرة الاتنين مع بعض. بننزل عليهم بمعلقة كبيرة كده من الزيت، وبننزل عليهم كمان بالملح المظبوط بتاعهم، ونديها تقليبة ونستنى بقى كده لغاية ما تبدأ تغلي معانا. العدس بتاعنا شغال، انا نقعته قبل ما اولع عليه حوالي نص ساعة. الكشري ده كله يا جماعة بالظبط كان نص ساعة كان جاهز وبناكل. ولا بقى تقوليلي كشري جاهز ولا اي حاجة. طلعي بقى البصل الجميل بتاعك ده كده على مناديل. طبعا انا اسفة على الاضاءة بتاعة الفيديو لان كنت بصور والنور قاطع. بخلص بقى كمية البصل كلها علشان طبعا الزيت هنشتغل بيه. في الوقت ده كمان انا كنت ضربت الطماطم في الخلاط وصفيتها. انا كان عندي رز بشعرية بايت من قبلها بيوم، فولعت عليه كده على نار هادية يسخن، ما عملتش رز جديد. هنا كده بقى العدس بتاعنا كان استوى. نظبط الملح بتاعه، بحب احط له نص معلقة من الكمون وبسيبه غلوة. كمان المكرونة بتاعتنا بتغلي نهدي عليها النار ونغطيها تستوي كده على نار هادية، تاخدي احلى مكرونة عمرها ما تعجن منك. هنا كده بقى انا كنت خلصت البصل كله. هناخد بقى حوالي نص كمية الزيت دي نركنها بقى علشان هنستخدمها في باقي الحاجات. انا حابة، انا قصدا ان انا اسيب فيها كده بواقي من البصل، بحب اخليها في الصلصة. بنزل بقى على البصل، على الزيت بتاع البصل ده كده بنص معلقة من التوم المهروس. التوم اللي جهزناه مع بعض هنستخدمه للصلصة وللدقة. التوم يا جماعة ما بياخدش لون، يا دوبك بيصفر حاجة بسيطة بس. انزلي بقى عليه بعصير الطماطم المتصفية. لو حابة تحطي صلصة طماطم كمان زودي، انا استكفيت باللون ده. ننزل عليها بقى بالتوابل بتاعتها. عبارة عن مكعب من مرقة الدجاج بيفرق جدا في طعمها. وانزل عليها بنص معلقة من الكمون ونص معلقة من الكزبرة الناشفة، وبحط معاها الملح ونص معلقة من السكر، مش اكتر من كده. هتاخدي احلى صلصة للكشري. مش بحط لها خل للصلصة بتاعت الكشري خالص. دي تقليبة بقى ونركنها تتسبك مع بعض لغاية ما نشوف هنعمل ايه تاني. هنا كده بقى نجهز الدقة. نص معلقة التوم المهروس بننزل عليها بنص معلقة من الكمون والكزبرة الناشفة والملح، وننزل عليهم كده بحوالي كوباية صغيرة من الخل، وطبعا عصير ليمون. انا عندي الليمون، كان الليمون اللي عندي كبير فانا عصرت ليمونتين. لو الليمون صغير زودي عن كده. لو وصلنا لحد هنا كده اتمنى تكوني عملتي اللايك والكومنت الجميل. الدقة التوم بتاعها مش بيتشوح زي التوم بتاع الفتة. انا بستغرب على ان في ناس بتشوح التوم للدقة بتاع الكشري. لا طبعا الدقة بتتعمل بتاعت المحل الكشري بالطريقة دي. خل وليمون والتوابل، وننزل عليهم بمية عادية خالص. زي ما انت شايفة بقى اللون بيتكلم عن نفسه. ولع عليها بقى تغلي، ونجهز مع بعض كمان احلى شطة للكشري.
هنا كده كانت المكرونة بتاعتنا خلاص استوت. بصفيها طبعا وبديها شطفة كده، زي ما انت شايفة المكرونة مفلفلة، وطبعا ما بسويهاش تسوية كاملة علشان ما تلاقيهاش عجنت منك. هنا بقى كده في طاسة خدت معلقتين من الزيت بتاع البصل، وننزل عليهم كده بحتة من هريسة الشطة، لو مش متوفرة خلاص مش ضروري. بننزل عليهم بنص معلقة من الفلفل الأسمر، وحوالي بقى كده معلقتين من الشطة. الخطوة دي اللي عنده حساسية يا ريت ما يعملش الخطوة دي، لأن في الوقت ده الريحة بتبقى صعب. اللي عنده حساسية ما يعملش الكلام ده، يعملها ني في ني، ما يحمرش الشطة في الزيت خالص. انا بديهم بقى كده تقليبة، طبعا زي ما انتوا شايفين المنظر، يعني الريحة بتبقى في الوقت ده مش قادرة اوصف لكم. بنزل بقى عليها كده بكبشتين من الصلصة بتاعتنا كانت خلاص كده قربت تتسبك. هتاخدي اجمل شطة بجد فظيعة. بقية الزيت بقى ننزل بيه على المكرونة بتاعتنا علشان تبقى مفلفلة كده وبتلمع زي اللي بنجيبها من محل الكشري. وبس كده خلصنا. المكرونة اتسلقت معانا. وادي التقلية بتاعتنا مقرمشة وباللون الذهبي، ما تغمقيهاش عشان ما يبقاش طعمها مرر. كمان العدس بتاعنا استوى وصفيناه زي ما انت شايفة، تحفة. وادي الشطة بتاعتنا كمان جهزت وفضيتها. وكمان الدقة غليت كده وطفيت عليها. بجد مفيش أجمل من كده. قدمي بقى طبق الكشري ده، حاجة نظيفة وحاجة بجد فعلا اقتصادية عن اللي بنشتريه جاهز، وطعمها كمان فوق الخيال. أتمنى تجربوا الوصفة بتاعتي، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.